ازيكم عاملين ايه اخباركم؟ ازيكم عاملين ايه اخباركم؟ انا خليل احمد، للي ما يعرفنيش. أم، انا هعمل فيديوهات الفتره اللي جايه دي، بتتكلم عن ال- الحياه عامه. بجانب ان انا بتكلم اوريدي عن الفنون التشكيليه وعن التشطيبات وعن الديكوريشنز والحاجات دي كلها. أه، هتكلم عن الجانب الانساني والجانب الحياه اللي احنا بنمر بيه في المجتمع، وماليش دعوه بالسياسه ولا بالدين ولا باي حاجه. أنا بقول كرأيي، بدون إن هو يمس بأي جهة أو أي حد. جاست رأيي، بس ده رأيي. هنمسكها من نظرة المجتمع لمستويات التعليم، لمستوى التعليم أو الشهادة. يعني آه، تعليم الدبلوم الفني، الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو السياحة وفنادق أو الثانوية عامة. صادف إن في حد في العيلة عندي خلص يعني الثانوية. ف... ففكرني بحاجات من 2009. متخيل يعني نتكلم من 2009. الموضوع كان باختصار إن أنا دراستي، أنا ما كنت ثانوية عامة. مع العلم أنا كنت يعني متسكن في ثانوية عامة، وأنا بحب الطبخ جدا. فقلت لوالدي أنا مش عايز أخش ثانوية عامة. بعد ما خلاص، كان أيامنا إحنا كان اللي بيجيب مجموع مثلا فوق ال 85% في الإعدادية، الملف بتاعه أوريدي بتبقى المدرسة مجهزة إنه يطلع على الثانوية العامة. أنا خدت الملف بتاعي وطلعت على مدرسة اسمها الأورمان، مش عارف حد عارفينها ولا لأ. عملت الاختبارات واختبارات الهيئة وكل الكلام ده ونجحت. وقبل الدراسة ما تبتدي ب 15 يوم، أنا فاكر التاريخ ده كويس جدا، 25/8، والدي قال لي تعالى ده في مدرسة جديدة عملوها اسمها مبارك كول. مبارك كول دي كانت اتفاقية بين مصر وبين الغرفة الصناعية الألمانية، بإن هي تاخد الطلاب في مرحلة الثانوية تدربها تدريب عملي في مصانع، تاخده على بروتوكول الصناعة وتبع وزارة الصناعة ويعني قصة طويلة كده. وأنا كنت بجانب الطبخ أنا بحب أفك أي حاجة، يعني أي حاجة فيها فك وتركيب أنا كنت بحب أعملها يعني. وبعد كده رحنا في شارع شريف أنا فاكر، وعملنا امتحان قدرات. ثانوي كان في امتحان قدرات، ثانوي في امتحان قدرات. انا ما اعرفش دلوقتي نظامها ايه، بس انا بتكلم على سنة 2000 و كام 2007، شهر 8 2007 بالظبط 28. بعد ما سحبت ملف في 28 كنت بقدم في الامتحان القدرات ده. كنت اخر دفعه انا فاكر. المهم امتحانات في الفيزياء وفي الرياضه وفي الكيمياء، بس الحاجات المبسطه، الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا كده الغاز رياضيه فيزيائيه، الغاز كيميائيه بالفطره، كانت كل انت عارفها بالفطره. الحمد لله جبت نتيجه كويسه وكنت شاطر جدا في الرسم. انا اصلا بحب الرسم يعني من صغري، كنت بخش مسابقات وكده فبحب الرسم. فنجحت في الرسم الهندسي، اللي هو تعمل خطوط وتتخيل الشكل الهندسي عامل ازاي، وده اساس الرسم الهندسي. خلصت الاختبار ونجحت، دخلت المدرسة. أول شهر كانت الدنيا جميلة جدا، مدرسة عادية خالص. آه بنطلع الفصول ناخد المواد ال- اللي هي العملية بتاعتنا، والعربي والإنجليزي والمواد الدين والحاجات اللي هي الطبيعية خالص، بجانب جنبها مواد ميكانيكا بقى، أنا كنت قسم صيانة وإصلاح. ميكانيكا صيانة وإصلاح هي تخصصها كده، هم كود.
كانت حصة الرسم الهندسي كنت باحبها جدًا، لإن كان فيها خيال، بتتخيل الشكل الهندسي والمنظور الأيزومتري والأكسومتري والمكعب ده الجانبي والأفقي والرأسي والحاجات دي. الله يمسيه بالخير يا مستر حسن، كان المدرس بتاعي في الثانوية، ال3 سنين بتوع الثانوي كان هو المدرس بتاع الرياضة والمواد الهندسية والرسم الهندسي، كان خريج تعليم صناعي. و تخطيت ال3 سنين، بس اتبهدلت فيهم أوي، لإن أنا كنت دلوع بابا وماما، فما كنتش يعني كنت باشتغل شغل خفيف يعني، طالب في ثانوي، آخرك بتلعب في الأجازة، تنزل تلعب كورة مع أصحابك مع الكلام ده. فالمدرسة دي بقى كانت 4 أيام تتدرب في مصانع، ويومين تتدرب في المدرسة على نظري. فأنت متخيل ال4 أيام دُولة أنت بتمُر بإيه في حياتك؟ أنت بتقابل صناعية وبتقابل مهندسين already ده شغلهم، أنت شغال في مصنع. عايز أقول لكم إن أنا اشتغلت أو اتدرّبت، مش هنقول اشتغلنا لإن ما كانش شغل، بس كان يعني كنت باعتبر باتعامل معاملة الصبي، بما إني طالب فباتدرّب، فكنت باتعامل معاملة الصبي. آآ ضربت في مصنع مواسير الصرف الصحي الكبيرة اللي بتعمل المواسير ذات نفسها، الحديد اللي بيبقى جوّه الماسورة، كان في حتّة اسمها عكرشة في أبو زعبل، تحياتي لأهل أبو زعبل. وكنت باركب القطر الساعة 6:00 ص، 6:05 لو ما لحقتوش مش هالاقيه، اللي هو كان في المرج محطة 23 يوليو، بيتهيأ لي مش عارف المحطة دي موجودة والّا لأ، أصحابنا اللي من المرج يقولوا لي لسه المحطة دي موجودة والّا لأ. وانزل أبو زعبل واركب ال عربية اللهم صل على النبي، ال النُص نقل بتاعة حتّة اسمها عكرشة، أنا فاكر عكرشة، أيوه كان اسمها عكرشة. وانزل من الساعة أبقى هناك 9:00 ص بداية الحضور بتاعي، واخلّص من هناك الساعة 21:00 بالليل، 12 ساعة طالب في سنة أولى ثانوي بيتدرّب في مصنع، وأنا كنت من سكان عين شمس، فكنت باروح المشوار ده كلّه. يوميًا بقى طالب أنت كان بالنسبة لك كانت بابا يوصّلك بالعربية لغاية المدرسة، فأنت مرّة واحدة بقيت مواصلات، إيه يا جماعة اللي حصل؟ مواصلات. عدّينا الlevel ده، بعد كده سنة تانية رُحت مصنع في مدينة العبور اسمه NTT، مجموعة توكُّل، عيلة سورية. الكلام ده كان في 2008. كانت بتعمل شغل عمدان النور، والعمود اللي هو في الشارع ده بيعمله بقى من A to Z، من أول ما يعمل القفص بتاعه اللي هو بتاع الكشاف بالعمود، ويلف الحاجات عند المخرطة، كانت من ضمن دراستي كانت الخراطة والبرادة والحام، 3 مع بعض إزاي جوّه ما تعرفش، وطبعًا فريزر ومقشطة في النُص. آآ عدّيت بالتجربة الحلوة دي، بعد كده رُحت مطبعة دار المتميز في مدينة اسمها قباء، دي في جسر السويس جنب السلام، برضه خدت فيها شوط حلو إزاي تطبع الورق الoffset. وهو إيه الورق الoffset ده؟ ده مش طباعة ديجيتال، دي بتبقى ورقة بيضا عادية خالص، بتبقى سواء التونسي أو الجزائري أو المغربي مشهورين جدًا بالورق يعني. كنت باجيب أروح الورق يتحط في ماكينة البرينتر الطبعة الكبيرة مش برينتر بقى طبعة كبيرة، وتاخد بقى الدرجة الأولى الحمرا. الأول كانت الحمرا ثم الصفرا ثم الزرقا ثم الأسود، ده ترتيبة الألوان في الطباعة. بعد كده رُحت مصنع تاني، توكيل أبو غالي اللي في العبور توكيل سيارات، كان ساعتها ماسك BMW، كان بيعملوا صيانة BMW، وأنا كان آخري أغيّر زيت. يعني ده كده أنا أتفرّج إيه ده، ده بيعمل كذا ده واو! بس أغيّر زيت، عشان أنت طالب مش هينفع لو حصل حاجة للعربية أنت هتلبس في الحيط يعني. وبعد كده رُحت توكيل مرسيدس، كانت ساعتها لسه الأوتوبيسات اللي هي بتاعة مرسيدس دي لسه نازلة مصر اللي هي MCV، كانت مكتوب عليها كده MCV شكل أهرامات، كانت صفقة كده أوتوبيسات حديثة نازلة مصر.
اللي هو عند سوق العبور كده من بره.